ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه ريحانه. انا منى محمد. النهارده معانا ريفيو عن منتج جديد. طلب مني قبل كده اعمل ريفيوهات عن المنتجات اللي بتبقى في السوبر ماركت السريعه، الوجبات اللي بتبقى سريعه، البرجر، كفته، فراخ، الحاجات دي. بس الحقيقه انا مش من الناس اللي بجيب كتير قوي الحاجات المنتجات دي. اكتر منتج بجيبه هو البرجر اللي جاهز من بره بس. دي الحاجه الوحيده اللي بجيبها من بره. بقيه المنتجات انا بعملها، ما بحبش ان انا اجيبها، بالذات الفراخ، منتجات الفراخ ما بحبش اجيبها يعني. بعملها انا احسن. ف عايزين طبعا بدايل، وبدايل تكون ارخص وتكون كمان كويسه، مش مجرد ان هي ارخص فاجيب منتج ما يتاكلش في الاخر يعني. ف لقينا منتج اسمه اشهى للبرجر. دي تاني مره اجيبه فيها، وطعمه حلو جدا فعلا، والكواليتي بتاعته نظيفه، وكمان سعره كويس. فهو عمل لنا المعادله اللي احنا عايزينها. اكتر حاجه عجبتني بصراحه، او من الحاجات اللي عجبتني، الباكج بتاعه يعني، او التقفيل بتاعه كان كويس. تمام. العلبه وهو من جوه برضو، انا ما بحبش المنتجات تبقى في الورق ده، بتضايق جدا. فده في اكياس كده بلاستيك، هو 8 قطع. تمام، ماشي. ومن جوه زي ما انتم شايفين في كيس كده. هحاول بس اطلع واحده يعني. تمام، هاتي اهو. حجمه كويس طبعا، بيكش، لازم يكش، لانه في الاخر فيه طبعا لحمه، فلازم يكش يا جماعه. ان هو يكش ده عادي طبيعي، ده لو ما كشش يبقى فيه مشكله. لان اللحمه عموما بتكش. احنا لما بنيجي نعمل لحمه عادي بنكون مقطعين القطعه بتكش، بنعمل كفته بتكش، يعني ده طبيعي. تمام. طيب انا هعمل قدامكم واحده علشان تشوفوا شكلها وهي مستويه عامل ازاي. ماشي. فهاخد القطعه دي اعملها كده بسرعه ونرجع نكمل ريفيو. طيب انا عملته كده في السريع. طبعا البرجر بنحط له شويه يعني معلقه من الزيت صغيره وبس، مش اي حاجه تانية بنحطها. الجريل تكون سخنه او الطاسه تكون سخنه، وبننزل بشويه من الزيت او معلقه من الزيت صغننين، وبس نبتدي ان احنا نحط البرجر ونشوف. انا بس هقطعه، انا مش عايزه اعمله سندوتشات عشان تشوفوا هو اصلا يعني ايه من جوه، او يعني طبعا مش هينفع الطعم، بس قصدي من جوه عامل ازاي وكده. بصوا حجمه اهو، اهو يعني السمك بتاعه لطيف، مش رفيع قوي ومش تخين قوي. تمام. اهو ريحته حلوه جدا، هو تتبيلته حلوه بصراحه، يعني من اكتر الحاجات اللي عجبتني فيه التتبيله بتاعته كويسه، عجبتني جدا. طعم كده ايه، السموك باين فيه، يعني هم حاطين فيه تتبيله مدخنه شويه، فهو طعمه حلو قوي. أم، بس يعني بصوا، مش عارفه، هو مش سبايسي، بس هو ايه، عشان يعني التتبيله او السموك ده تحسه كده ايه، بلسعه سنه. مش عارفه، ده اللي حسيت بيه يعني. بس هو مش عارفه، ممكن يكون حاطين نسبه بسيطه من الشطه، ممكن، او حاجه، ممكن يعني. بس هو في المجمل هو طعمه حلو قوي. تمام. زي ما قلت لكم فيه 8 قطع، ودي الشركه او البراند اسمه اشهى. تمام. دوروا عليه بقى في السوبر ماركت وايه، ان شاء الله تلاقوه موجود في السوبر ماركت. ده سعره على فكره لطيف جدا، ده سعره 35 جنيه للثمان قطع دول. يعني العلبه دي كده ب35 جنيه. طبعا الاسعار، انا عايزه ابطل اقول اسعار بصراحه، لاني انا لما بجيب حاجه منتج انزل تاني مره عايزه اجيبه تاني الاقي سعره زاد. ف يعني كل واحد بقى بجد فعلا على حسب المكان اللي هو فيه، وعلى حسب كمان اقول ايه، على حسب ضمير الناس بقى. يعني الناس اللي بتصحى من النوم دي تفتح عينيها يلا انا هغلي النهارده هو كده. يلا، كل واحد بقى وضميره فعلا، وكل واحد حسابه عند ربنا فعلا في الموضوع ده بجد. المهم يعني احنا بنحاول ندور على بدايل كتير لمنتجات كتير كنا بنجيبها وسعرها عالي جدا، وعايزين ان احنا نحاول نوفر او نحاول نمشي الدنيا. فمن ضمن المنتجات اللي انا لقيتها جديدة اليومين دول وعجبتني هو المنتج ده بصراحة. دي تاني مرة اجيبه، مش انا بس، كذا حد حواليا كمان. آم،
بيجيبوا كتير، يعني هو فعلا طعمه حلو واحسن من المنتجات الموجودة دلوقتي في السوق، بنفس الكواليتي وبنفس بنفس الكمية، بس مش بس الاسعار، لا طبعا الاسعار اعلى بكتير. بس ده كان ريفيو النهارده، يا رب يكون عجبكم. او لو عايزين اي منتج نعمل عنه ريفيو ابعتولي قولولي، وانا تحت امركم. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.